صباح الخير. اليوم الكلاسيكو الأول مال الدوري الإسباني هذا الموسم. أول مرة دا أحضر الكلاسيكو. أنا اشتريت التذكرة قبل ما تصير هاي الأحداث. بس دقيقة خلينا نفتهم إحنا شلون وصلنا لهنا. عادة مباريات برشلونة تخلص تذاكرها من بداية الموسم أو حتى من الصيف، من وقت يطرحون به التذاكر للموسم الجديد. لهذا كان من المستحيل أحصل تذكرة مال كلاسيكو، وأنا بديت أدور على تذكرة قبل أسبوعين فقط من موعد المباراة. لكن بمحاولة يائسة طلبت من نظام بيع التذاكر أن يدز لي إيميل إذا ولو بالصدفة توفرت تذكرة قبل موعد المباراة. وبالصدفة وصلني إيميل بتوفر تذكرة واحدة فقط، مكانها خلف المرمى. كان مشتريها شخص وباعها، بس باعها للموقع يعني مو سوق سودة. ولو المكان مو أحسن شيء، بس يلا خلف المرمى أحسن من الماكو. وأنا بذيك اللحظة كان بنظري هذا الكرسي كأنه بالمقصورة الرئيسية، وفعلا اشتريت التذكرة وهاي جاي يوم المباراة. من حسن حظي طلع مكاني مو بالضبط ورا الجول، بس شوية قريب من الزاوية، مجال الرؤية ممتاز. أنا كرخي وبهاي القناة أغطي رحلة بحثي عن الدكتوراه والمغامرات اللي تصير بيها وياي. على طراز أعطينا جول. جوندوغان في أول مباراة وأول جول، كانت تبدو صعبة ثم سهلة صارت صعبة، وجاء الجول من خطأ. غوندوغان سجل الهدف الأول 1-0 النتيجة. ريال مدريد تشكيلتهم ما بيها شيء غريب، بس يلعب اثنين مهاجمين، ولو يعني هذا لو بالكامب نو هواية فرق. مونجويك استاذ المونجويك اللي يلعبون به أصغر، قل مساحته بهواية أصغر من الكامب نو، يعني تقريبا أقل من نص العدد اللي يستوعب الكامب نو يستوعب هذا الملعب. هنا الملعب قديم، ملعب أولمبي ومبني بالتسعينات لما كانوا يستخدموه. مو مبني مبني أقدم، بس آخر مرة تم ترميم هذا الملعب هو بالأولمبيات مال برشلونة سنة 92. هاي القصة الظاهر هواي عجبته تشافي مال يخلي أراوخو على فينيسيوس، وفعلا اليوم فينيسيوس ولو مبين خطير، بس للآن الأمور تحت السيطرة. فينيسيوس هسه راجع من إصابة، بعدها لياقته مو مثل ما كان، مو بالفورمة يعني. أكثر من 60% من الحضور الجماهير أجانب. غوندوغان واقي. تشافي فيليكس لازم تشتري. اسمع كلام، اسمع دا أقول لك. الشوط الأول تقريبا قرب يخلص، أنا قمت أجيب شيء حتى أشربه لأنه راح يصير بين الشوطين ازدحام طبيعي على البوث مال أكل وشرب. إذن خلينا نسولف. خلص الشوط الأول 1-0 لبرشلونة، بس المهم هو أنه السيطرة والاستحواذ وكل التفاصيل، مو بس النتيجة. رغم جزء مو قليل من التشكيلة مو متوفر يعني، ما مصابين، أكثرهم مصابين، رغم التجديد بمنع أي شعارات لها علاقة بالعدوان الحالي اللي دا يصير. بس الشباب قدروا يدخلون العلم والكوفية، ما شاء الله عليهم روعة. دا ياخذون صور، وهو واحد هذا الشخص اللي بالنص اجى، بس الشباب كلهم التموا، وانا راح اروح يمكن راح اروح اخذ وياه. تشارك وياهم بس هذا اخذ العلم. موقف شجاع من هواية شباب اللي دخلوا قدروا يدخلون العلم، ما شاء الله يعني. انا هواية فرحان. كان قريب من عندي هذا الشاب اللي عنده اللي شايل العلم. على اي حال هذا يعني شكل من اشكال التضامن، مساكين شو يسوون. شوف هاي قامت تصيب، راح يجون عليهم ياخذوه جو، لان هذيك نادر. شوف الجو، ممنوع. يقول له ممنوع، اخذه من عنده.
يقول له لساني بعيد يا معود، عوفني شو تريد من عندي؟ يقول له ممنوع بابا ممنوع. خطير. الجزائر ما ياخذوا، هذا علمين، الجزائر وفلسطين، اخذوا فلسطين الجزائر عافوا. ما اعرف يعني شنو معناه؟ فوبيا صايره، فوبيا. يلا يا شباب نستعد حتى نرجع للشوط الثاني. اي رجعنا ويا الشوط الثاني. هسه برشلونه راح يهجمون ذاك الجول اللي عكسي، والجول القريب راح يصير الجول اللي يهجمون عليه مدريد. يعني اذا سجلوا برشلونه وهو ما اتمناه راح يسجلون بذاك الجول البعيد. لازم عينه عليه. الصفحه القريبه علي بها تير شتيجن. على اي حال مهم اقول انه تجربه حضور لعبه من الملعب مدريد بالملعب الجديد بعد التحديث بعد الافتتاح، لان انا حضرته هذا الموسم لعبتهم ويا بيتيس كنت هناك. بالمقارنه تجربه الحضور من الملعب بين هناك وهنا فرق كلش كبير. هو ملعب اولمبي، فالملعب الاولمبي دائما بهذا الميدان المضمار، وهذا المضمار هو مقلص مساحة القرب بين الجمهور والمباراة والأحداث والناس، بينما دخول بالبرنابيو مرعب حماسي. كامب نو مغلق للترميم، فمن يرجع ينفتح الكامب نو أنا أتوقع شيء أشبه بولادة جديدة للنادي. كامب نو من كبر حجمه بجزء تحت الارض، يعني بنشوفه من الخارج اكو جزء غايص جوا القاع هو اللي عليه الجراوند مال اللعب والملعب مال كرة القدم، بينما والمدرجات جزء من المدرجات والان تصعد. يا دوب يراد لهم 300,000 يلا يكفي. عموما مدريد بدأوا يهجمون يضغطون دا يحاولون يسوون ارتداد. انشيلوتي مدرب هواية محترم يعني، ويا تاريخه ويا كل اللي مسويه ويا هاي، مع هذا مو مثير للجدل، يسموه controversial. لا ابدا، هادئ، وهذا سر جود بيلينغهام جول ولا اروع من بيلينغهام. لم يسدد الريال طيلة ساعة لعب، وعندما سدد سجل 3 تسديدات، الثالثة ثابتة. لامين ويفاندوفسكي نزلوا ورافينيا تقريبا غير الهجوم كامل. غريبة انه يطلع فيليكس، خصوصا انه كان خوش مشتغل. خياراته بالتشكيلة من بدأ محدودة، كانت الاسماء الكلاسيكية المعتادة كانت بالبدلاء. هاي الشاشة هي اللي دا اشوف بيها الاعادات، شاشة واحدة تكون بالملعب. بالبرنابيو شاشتين، من هاي الجهة ومن الجهة المقابلة. شابي همنا مرتب وضعيته ويا كل الإصابات ويا كل الغيابات اللي عنده، بس مع هذا لا يزال الفريق متماسك. اللعبة بملعبنا، فهم هاي تنحسب المفروض. أما بيلينغهام حكاية أخرى. بيلينغهام وما أدراك ما بيلينغهام، مشكلة بيلينغهام يطلع لك من حيث لا تعلم ويسجل. أول 5 أول 4 5 6 أهداف سجلهن. أول كم مباراة قلنا صدفت، أتذكر هواية حتى محللين قالوا صدفت بيلينغهام دا يسجل، وبيلينغهام ما راح يستمر بهذا النسق. اليوم سجل على برشلونة، طبعا سجل على برشلونة شنو جول حلو، بس بنفس الوقت يعني وانا فرحان بالشباب اللي برشلونة. فيرمين لوبيز روعة، خبل. ويامال اكيد، يامال محبوب الجماهير. يامال شوف اللي دا يصير هو انه برشلونة ضاغط، وهاي بيها خطورة،
اكثر شيء من نزل يامال، اكثر اللعب تحول على جهه يامال. تقريبا ما بقى هوايه خيارات عند المدربين، كل واحد ذب اوراقه، تقريبا كل مدرب عنده بعد تبديل واحد. مرتده بس ثاني بعد عندي اعتراض لقطة مال فيليكس الشوط الأول كان منفرد وقعها، مو أعتقد صحيحة، ما شفتها زين بس ما أعتقد صحيحة. يعني اللقطة صارت من هذا الجول الجهة القريبة علي، وشفت يعني صلخة شلاق انتقام. يقدر الله أكلنا الثاني. بدأوا يطلعون نبقى معودين هسه نتعادل. لك بابا لا تعوف فريقك، خسران فايز لا توفى. الشوط الأول إنه بامتياز، الشوط الثاني كل شيء تغير، وهذا بلينغهام هدفين. هسه بلينغهام راح يصير ايش كبره عاد براسنا، اي للاسف. خلصت اللعبة خسارة برشلونية. أنا من جانبي أنهيت الفلوج اليوم، خصوصا أنه اقترب الشحن يخلص. شكرا على متابعتكم. هارد لك برشلونة، مبروك ريال مدريد، مبروك جمهور الفريقين. مباراة حلوة واستمتعنا بيها. هاي اللعبة ترفيه، وأنا ما أشعر أنه عاد أكو حاجة للانفعال أو التعصب أو الغضب لمباريات كرة القدم، خصوصا بظل ظروف مثل اللي عايشيها. ماكو حاجة أبدا للانفعال. فاز الفريق الفلاني، خسر الفريق الآخر. أنا من ما دا أشوفه جمهور برشلونة وجمهور ريال مدريد هنا سوية. شوف الناس هنا سوية، وخلصت مباراة كرة القدم، انتهت، نرجع لبيتنا. يعني التعصب أشوفه عندنا أكثر بهواية من التعصب اللي على الأرض، تعصب أهل المدن هاي لفرقهم. هاي الأركي على مود اللعبة. الله الشعب العراقي على مود اللعبة. شوف خلي اشوفك باوع الشباب. هذا لابس مال مدريد، وهذا لابس الدرس مال برشلونة. هم اصدقاء سوية. لابس شو يسموها سكارف او شيء يسموه سكارف مال مدريد، والثاني صديقه اللي دا يمشي وياه لابس مال برشلونة. لا اكو حاجة للتعصب، ولا اكو حاجة للانفعال، ولا اكو داعي ولا مبرر ولا شيء يفسر انك قاعد بالبصرة وحامسك الحر وتنفعل لانه برشلونة خسر، ولا تحتفل وتقلبها هوسة لانه مدريد فاز. الامر ابسط من هذا بكثير، امر ابسط من هذا. اللي دا نعيشه هاي الايام لازم يكون لنا درس وعبرة يفسر لنا أنه معاني الحياة أكبر من محتوى الترفيه اللي شاغلين هواية أنفسنا به. ترفيه وقت الفراغ، ترفيه للاستمتاع، القليل من الاستمتاع وهو لا يضر، ولكن أن يكون هو شغلنا الشاغل وكل جهدنا منصب حوله.
فهذا ما أعتقد وضع صحيح. أنا من الناس اللي كنت في فترة من الفترات لما كان عمري أصغر واجد أتحمس، وهاي أولا هي طبيعة الإنسان، وثانيا طبيعة اللعبة. كرة القدم لعبة حماسية تستثير المشاعر والعواطف، بس أشوف أنه مو من المنطق يعني أن الظروف إحنا اللي عايشيها حاليا أحد بظلها ينفعل أو يغضب على شيء ثاني غير المأساة وغير الواقع الإنساني الصعب والمرير. هاي رسالة نهاية الفيديو، رسالة الختام. وقبل ما أنهي الفيديو، قبل ما أغادر، أدعوكم لاستمرار الدعم واستمرار التفاعل مع القضية الحساسة والمصيرية اللي عايشيها، لأنه الأمر ما انتهى إلى هذا الحد. أدعوكم أن تسوون كل حبشكلات اليوتيوب اللي تساعدنا بنشر القناة، وتساعدنا وتشجعنا وتدعمنا وتدفعنا وتحفزنا لإضافة محتوى أكثر ومشاركة المزيد من الأحداث واليوميات وياكم يا أصدقائي ويا أعزائي. هذا المايك راح أحاول بالقريب العاجل، وآمل أن يكون بالفيديو الجاي راح أبدله. أعرف أنه تجربة الصوت اليوم ما كانت بالمستوى المطلوب، ما كانت مثالية، ولكن الأشياء تتطور مع مرور الوقت وبالتدريج، لا بأس. هذا الشيء اليوم صار بهالطريقة، إن شاء الله بالقادم يكون بشكل أفضل. إلى هنا أنا أنتهي بهذا الفلوج، وإلى ملتقى آخر، إلى اللقاء.